حلوة، ممكن تطلب معاه سلطة وطحينة زيادة، بس أنا عجبني أكتر بالطحينة بس. من قال الكفتة والحواوشي لازم تتاكل من كبابجي وبالكيلو. جربت تاكل من كوتا سندوتشات مشاوي؟ حاجة كده ورا الخيال، طعم وريحة وتتبيلة ولا أروع. وعملوا من مية السلطة عصير، وبدل الفرح عنده 2. مش هتوه في المنيو بتاعه، بيقدم حوالي 3 أصناف بس. من الآخر تعالوا نعرف حكاية مطعم كوتا واللي واخد الضجة الكبيرة دي الفترة الأخيرة. هل يستاهل ده ولا إيه؟ تعالوا نعرف كل التفاصيل في الفيديو ده. هتستغرب من اسم، لكن مش هتستغرب من طعم سندوتشاته، لانها مشويه على ابوها زي ما بيتقال كده. نصيبك الحلو عند كوتا. كوتا يعني نصيب، علشان كده هو شعاره نصيبك الحلو عندي. احلى كفته وحواوشي في مصر، فعلا هو كده. لو نفسك تاكل كفته مخرزه وفلافل وطريه وجوسي، والاهم بسرعه وفي سندوتشات واقلب، مش هتلاقي انضف ولا اطعم من كوتا. اسمع مني، وده مش كلامي بس، ده كلام كل اللي جربوه. كوتا ملوش في اللف والدوران ولا في الافتكاسات والاختراعات اللي تقفل منه من قبل ما تجربه. دخل على الزبون من الاخر وقدم له حوالي 3 سندوتشات: كفته، حواوشي، كفته لحمه، ودي اما بالجرجير او بالبقدونس. ولو مالكش في اللحوم، عملوا لك كفته فراخ بالتوميه والخيار المخلل الجباره. التوميه بتاعتهم مختلفه تماما، هتلاقي قوامها خفيف. وخلي بالك، كفته الفراخ ما تتاكلش من اي مطعم ولا اي حد يطلعها كده، الا كوتا ليها قوام وتسويه معينه. علشان كمان بيواكب كل التطورات اللي حواليه، حب يضيف لمسه للكفته وخلوها محشيه جبنه وبتلظ وبتبوظ من كل حته. مشاوي يعني خضره معروفه، بقدونس وكزبره وطحينه. طبعا الجديد عند كوتا ان سندوتش الكفته متغرق بالطحينه ومع الجرجير. لو انت اكيل وبتفهم في المكونات، هتعرف ان الجرجير مع المشاوي بيدي تيست عالي جدا. هتاكل الكفته الطريه مع حته الجرجير، ودي ليها ناس. جرب واحكم بنفسك. تقدر تجرب الاتنين في واحد. لو انت مزاجنجي، هتاكل سندوتش فيه بدل صباع كفته واحد هيبقوا 2، وكمان ميكس بين الجرجير والبقدونس والبصل ومعاهم الطحينه. الساندوتش في الطحينه ومعاه بره الطحينه برضو تاني، وزياده الطحينه طحينتين. وكلمني بقى عن المزيكا. فكره التخصص ده خلتهم مركزين في كل تفصيله، ومش بكتير الاصناف في المنيو بيتقال انه مطعم مفيش منه. كوتا خير دليل على كده. واللي يعمل كفته حلوه وانت مغمض تاكل عنده حواوشي ما حصلش. كوتا الحواوشي بتاعه طري من جوه، واللحمه جوسي ومقرمش من بره وبيلمع، وفي نفس الوقت الدهون بتاعته مش كتيره ولا تقيله. كل حاجه عنده طازه وفريش وقدامك كمان. حتى العيش بيتخبز عندهم وبيتاكل حاف من شكله. ما وصلوش للطعم والشكل ده في يوم وليله، فضلوا يجربوا ويعملوا تيست لمده 5 شهور في كل تفصيله، من اول اللحمه والتقطيع اللي بيستخدموها، نوع البصل والفلفل والعيش. خد منهم وقت كبير، وده علشان في كل مره تيجي تجرب اكل كوتا تتفاجئ وتقول ده احلى اكل، احلى حواوشي اكلته في حياتي، احلى كفته، ايه الحلاوه دي. المكان والاكل مناسب لكل العيله، حتى عيالك كمان ما نسيبهمش. وعملوا لهم بوكس اسمه كوتي كوتا، عباره عن 2 ساندوتش كفته فيهم الخلاص، ومعاهم فرايز سبرينكل وكمان عصير. بما اننا جبنا سيره العصير، هتتفاجئ من ميه السلطه واللي عملوا فيها. اتعاملوا معاها معامله العصير بالظبط، في كوبايه وشاليمو، تقدر تفصل في النص انك تاخد لك بق من كل قطمه والتانيه، هتفتح نفسك وتدي لك انتعاش اكتر. في وقت قليل جدا قدروا يكتسحوا المجال وبقوا بابا الشغلانه فعلا، رغم ان سندوتشاتهم منتشره الفتره الاخيره ومطاعم كتير بقت تقدمها، ولكن كوتا قدر يعمل لنفسه اسم وجوده ومش موجوده عند حد. وبعد نجاح الفرع الاول ليه اللي في زايد على وصلة دهشور، فتحوا فرع تاني في حدائق الاهرام، وعاملين خصومات وعروض جباره بمناسبه الافتتاح يوم 22/8. لو جربتوا بقى كوتا، قولوا لي ايه اكتر حاجه عجبتكم هناك، ولا لسه ما جربتوش؟ جربوا، هتتفاجئوا من التفاصيل. ما تنسوش بقى تكتبوا لي تجربتكم في التعليقات.